حسين يا حسين 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 يا حسين. اللي عنده حاجة في هذا اليوم يطلبها من الحسين. اي والله انا خادمكم خادم الحسين سيد حسين الخاتي. بال2006 تمرضت ومرض سرطان بالدم واجانا الحسين وطيبنا. عزة الأطباء عني، اي والله أقسم بالحسين ومنبر الحسين، عزة الأطباء عني. والدكتور قال 4 أيام ويموت، 4 أيام ويموت. إذا عنده جهال حبيبي وياي بالك فدوه، إذا عنده جهال أو والده خل تجي تشوفه. دخلاني وياه عرته الدكتور وقفل الباب عليه. قال لي سيد تدري ايش فيك انت؟ قال عندك مرض سرطان بالدم. بعد فتحت الباب انا وشردت بالشارع وراي والدتي واخواني جابوني ورجعوني للمستشفى. قال لهم انا ما اقدر انطي علاج، توقعون على مسؤوليتكم اذا رجحتوه وانطي علاج. فوقع اخوي سيد رحيم الوخاتي، وقع على مسؤوليته وانطانا علاج الكيميائي دكتور جواد العلي بالبصره مستشفى التعليمي. فاجاني اخوي صعداني برته قال انت علاقتك بالمنبر وانت خادم المنبر، اذا انت خادم الحسين ما يوقف لك، مو حبيبك انت تقول؟ قلت له انا حبيب الحسين بس اذا حبيبي اطلعوا من يمي، اريد ابقى لوحدي. قلت له يا ابا عبد الله الحسين انا خادمك وخدمتك بايام النظام واقرا على الفطره، اذا قصيده قريتها لامك الزهراء ما تجازيني ما كفاني هذا الحكي. قلت له يا أبا عبد الله الحسين كلهم أعزاء عليك بواقعة الطف، ما حلفك بخدر زينب ولا حلفك بكفي أبا الفضل العباس وما حلفك بعبد الله الرضيع ولا بالقاسم. بيش أحلفك يا أبا عبد الله؟ أحلفك بعطش علي الأكبر. طيبني يا أبا بهذه اللحظات وانغمى علي. واجاني امير المؤمنين قال لي ندبتنا واجيناك. واجا ابا عبد الله دق على كتفي قال سيد شلون تندبني بعلي الاكبر؟ تدري بي عزيز علي. دخلوني بغرفه مال طين، غرفه بناء طين وسرير حديث ومقاصة حديثة. أجروا لي العملية من يوم صدري، بس الألم حقيقة يعني الألم حقيقة أنا واعي. أجروا العملية لي ودق على صدري أمير المؤمنين وفزيت. من فزيت عنده ألم والألم ما راح، نزلوني للطوارئ أتقيأ دم. ساعة ونص ارتاحيت. قلت لهم انا جوعان جيبوا لي اكل. جابوا لي اكل واكلت وانغمى علي نمت، بس نوم مفاجئ. واجاني نداء سيد سوي تحليل. بس انا انوه لكم انا عندي نسبة الدم 3 والنخاع 5. النخاع 5000، هو النخاع الطبيعي 500,000.
عادوني ثاني يوم، اجبرتهم خذوني سووا لي تحليل. عز زهير البرزنشي لقى الدم عندي، اسمعني، كان عندي 3، لقى عندي الدم 12 والنخاع 450. خل يسمع جميع العالم الحسين هذا وفضائله. اجيت جبت التحليل واجيت الدكتور جواد العلي، قلت له هذا لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. قال هذا مو تحليله، هذا مو تحليل حسين جاسم فياض، مو تحليله. سووا لي تحليل، اعاد التحليل بالمستشفى، لقى عند الدم 13.5 والنخاع 500,000. انجاني الحسين وطاني ابيات من الشعر. انا حسين، انا حسين يا عباس عند عتايب يا مولاي. انا حسين يا عباس عند عتاب، مريض انا وطبيب انت يا برداح الباب. مولاي شد تقول منت عنا لبابك واشبك يا عباس عتاب. اي والله من لسان الحسين هذا. متعني، اسمعني، متعني بقلب ملهوف واتحسر، واريد ان طلبتي منك يا ابن حيدر. يا مولاي يا ابا عبد الله، مرض كبير وانت الطيبه تقدر. جيتك انا ومتعني لك قدامك اقعد واشكي. شقل لك يا مولاي؟ والله يقولون زينب طببوها وحرق قلبها براس اخوها. زينب استقبلوا سماحة السيد جازم الطرجاوي.